أهلا بكم في تفاعلكم. بعد إقرارهما بالهزيمة، طرح الرئيس اليمني المخلوع وزعيم الانقلابيين الحوثيين مبادرة للخروج من صنعاء وعدن ونقل السلطة. المبادرة كان لها صدى واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. نرصد هنا بعض الآراء التي تم تداولها. عبد الكريم الفهد في هذه التغريدة اعتبر مبادرة صالح دليلا على عدم إدراكه أنه أصبح من الماضي. أما هيفاء عبد الرحمن فتساءلت أين كانت حلول صالح قبل عاصفة الحزم. عايد الحضرمي طالب بعدم قبول عرض صالح والحوثيين بل ومحاكمتهم كمجرمين. وجه وزير الخارجية البحريني خالد الخليفة نقدا قاسيا لأمين عام حزب الله حسن نصر الله عبر حسابه على تويتر. في التغريدة الأولى دافع الخليفة عن السعودية ضد ادعاءات نصر الله قائلا: رمتني بدائها وانسلت. وفي تغريدة أخرى وجه له رسالة بأن هذا زمن الحزم أبو العزم أبو الظفرات. سجل قائد نادي الاتحاد السعودي محمد نور دعمه لعاصفة الحزم في فيديو بثه عبر حسابه في تويتر. نتابع. ورحمة الله وبركاته. جنودنا البواسل يا حماة الوطن، أحييكم وأنتم في خط المواجهة، موقع الشرف والفخر والاعتزاز. سدد الله رميكم ووفقكم في نصرة الدين وحماية الوطن. ونبقى مع الفيديوهات. مسن يمني يوجه رسالة إلى الملك سلمان قائلا: رفعت رؤوسنا. نتابع. الله الله لسلمان بن عبد العزيز ابلغ الكلمة الطيبة والدول الذي جنبه، لأنه رفع راسي وراسك. الله الله راسي وراسك رفعه بالطيران، لا نشتي منه الجيوش. نعم. الجيوش بدوائرها هنا والجيش البري كلها الدول لا طلبوهم هذول الجيش البري بيغوار ويقتلوهم، لكن غلبنا عصرنا قلنا الطيران تكفي في الجو والقوه البحريه في البحر. ونحن اللجان الشعبيه لو يكون يقتل كل يوم 20 ولا جندي سعودي. ونستعرض بعض الصور التي وردتنا في هاشتاج تفاعلكم. عمر يعقوب شاركنا بهذه الصورة وهي لمسنة يمنية تحمل سلاحا وتتواجد في مناطق التفتيش من باب الدعم. ونبقى مع الصور أيضا التي وردتنا في هاشتاج تفاعلكم. هذه الصورة من مجاهد السلالي ويرصد فيها تحديدا تجنيد ميليشيات الرئيس المخلوع صالح والحوثي للأطفال. ومن المشاركات أيضا التي وردتنا هذه الصورة لطفل يرتدي البدلة العسكرية وعنوانها: أصغر رجل أمن سعودي. ونختم مع هذه الأغنية للفنان اليمني وليد الجيلاني عنوانها: اليمن رغم الهموم. نتابع. نعرف عز السهول والروابي في اليمن عنها لا يمكن يقول، وهي عند المحن فيها للحكمة وقول كاملة معنى وفن، لا بالتحدي ما تزول لا ولا يمكن ولن. ولتفاعلكم بخصوص مواضيع فقرتنا اليوم أو مواضيع أخرى هاشتاجنا هو تفاعلكم كما يظهر على الشاشة أمامكم. إلى اللقاء.